السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده أنا عاملاه مخصوص علشان أقولك ما عنتيش تشتري الطعمية تاني من بره، اعمليها في البيت بكل بساطة. أنا كنت بستصعب إن أنا أعملها في البيت وكنت بشتريها، بس بعد ما عملتها مرة واتنين لقيتها سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة، موفرة جدا معاكي وهتعمليها بنظافة. وكمان في الخلاط هتعمليها في ثواني، في الخلاط هتنجز معاكي كله كده في الخلاط، يعني مش متعبة جدا. فتيجي بقى نشوف هنعملها ازاي واقولك على كل التكات اللي تطلع معاكي الطعمية ناجحة من اول مرة، ودي نتائج تجارب كتير للطعمية. انا جبت نص كيلو فول مدشوش، عملت ايه، نقعته في المية حوالي 3 ساعات. 3 ساعات كويسين قوي لحد ما الفولة تتكسر معاكي كده وتدوب. طبعا ليه كده؟ علشان طبعا احنا هنعملها في الخلاط، فعايزين الفولة تبقى بايشة خالص. طبعا اول ما بنحطه بيزيد حجمه، ده معروف، اي بقوليات كده بننقعها في المية بتزيد حجمها. بعد ما اتنقعت حوالي 3 ساعات كده في المية، خدتها وشطفتها كويس تحت الحنفية وصفيتها في المصفى وحطيتها في حاجة واسعة، ونزلت عليها بحوالي 4 فصوص توم. وهحاول ان انا اقطع التوم معاكم يعني الشرايح بسيطة كده، طبعا لان احنا هنعملها في الخلاط، فعلشان مفيش حاجة تزرجن كده ولا كده معانا في الخلاط، فبحاول انا اقطعهم لقطع صغيرة، يعني أنا عشان الخلاط بتاعي ما يبصي لانه هو بعافيتين شويه. كمان جبت عليهم بصلايه متوسطه، ده للنص كيلو فول مدشوش، يبقى حوالي 4 أو 5 فصوص ثوم كبار وبصلايه متوسطه. قطعيها بقى التقطيعه اللي انت تحبيها، شرايح، مكعبات، قطع صغيره، اهم حاجه تبقى قطع صغيره. يعني انا قطعتها كده معاكم عشوائي، وشلت طبعا القاعده بتاعت الاخر حته كده في البصلاية علشان ما بتتفرمش، بتفضل زي ما هي. وقطعت البصلة معاكم قطع صغيرة. دي ايه بقى؟ ده كزبرة انا كنت مفرزاها في الفريزر، هاخد منها شوية. طب لو عندك الكزبرة عندك فريش طبعا يبقى افضل. انا الكزبرة دي كانت متخزنة عندي فجبت منها شوية. طب هتحطي كمية قد ايه؟ انا هقولك ما تحطيش، ما تكتريش. احنا مش عايزين الطعمية بتاعتنا تبقى غامقة، عشان لو الطعمية اغمقت هتتحرق معاكي في الزيت ومش هتبقى حلو. فانا حطيت كمية كده معقولة. طيب انا لو حطيت كده يعني مش عارفة المقدار بتاع الكزبرة، وحطيتها وطلعت معايا غامقة، اول دور كده في الخلاط طلع معايا غامق قوي، احاول ان انا اشيل كده الكزبرة اللي في بقية الطعمية اللي لسه ما اتعملتش، اشيلها كده في جنب واخرجها، وادخل الحاجات التانية احطها في الخلاط. طب لقيتها لونها فاتح قوي، يبقى ازود شوية من الكزبرة. تمام، يبقى كده الكزبرة ظبطناها. حطينا بقى شوية كده في شفشق الخلاط، وحطينا عليهم شوية مية كويسين بحيث ان الخلاط يدور معايا ما يزرجنش. بعد كده في مصفى سلك، اي حاجة سلك يكون السلك بتاعها ضيق، مصفى سلك، منخل سلك زي ما انا عملت كده، وتحتيه حلة او طبق، وهعصر بقى او اصفي الطعمية من المية اللي فيها. طبعا الدور دوت انا كنت عملته على استعجال، يا دوبك شغلت على الخلاط مرة واحدة، ففي قطع كده من الفول ما اتضربتش حلو، فقعدت انقيها كده وجيت ابص قلت طب ولازمتها ايه، رجعيها تاني في الخلاط، وضربتها تاني في قلب الخلاط، وبعد كده صفيتها تاني. المية ديت هناخدها نحطها في كل مرة في شفشق الخلاط ونحط عليها شوية من الفول. طب لو المية كانت قليلة نزود مية عادي، منخافش، عادي كمية المية مش هتفرق لان احنا كده هنصفيها. انا رجعت المية ورجعت الدور ده تاني في الخلاط وضربته لحد ما نعم معايا، ورجعت حطيت كمية تانية من الفول زي ما انت شايفة كده. لو الفول زي ما انا قلتلك طلع غامق، اشيل الكزبرة من الفول. الفول طلع فاتح، احط شوية من الكزبرة بحيث ان اللون بتاعي يبقى متوازن، لا هو غامق قوي ولا هو فاتح قوي. ده تاني دور انا عملته معاكم اهوت، هصفيه برضو بالمصفى كويس جدا علشان ما يبقاش فيها ميه. لو فيها ميه الطعميه بتاعتنا فيها نسبه من الميه، آه زي ما بيقولوا كده هتبشلل معايا وهتفرد معايا في قلب الزيت ومش هتبقى حلوه، فنحاول نصفيها بقدر الامكان من الميه اللي فيها. كده خلاص الدور ده معانا كمان خلص، وده كان اخر دور بقى عملته. والطعمية بتاعتك تاني تك عشان تبقى عارفاها، ما تبقاش ناعمة قوي ولا هي خشنة، تبقى وسط.
اخر دور بقى انا عملته، شايفين دي الطعمية، واحدة لونها فاتح وواحدة لونها غامق، علشان اللون يبقى ايه متوازن. يعني انا لما لقيت طعمية لونها غامق شوية، شلت بقى الكزبرة اللي كانت في بقية الفول. كده خلاص انا خلصت معانا كمية الفول، ضربتهم كويس في الخلاط. طب كده الطعمية خلصت معانا، كده بقت جاهزة ان انا اخدها اقليها؟ لا طبعا، كده ما تنفعش خالص ان انت تاخديها وتحمريها في الزيت في الوقت ده. لازم خطوة مهمة جدا جدا تتعمل. ايه هي الخطوة ديت؟ هنركن بقى الخلاط والشفشة ونشتغل بايه؟ نجيب المضرب الكهربي او المضرب السلك. يعني بس يفضل لو انت عندك مضرب كهربي، يعني دقيقتين نشغل كده بقى. ده دور المضرب الكهربي، ودي مهمة جدا عشان تدخلي هوا كده في قلب العجينة بتاعة الطعمية، تبقى معاكي هشة ومقرمشة وجميلة وبتنفش معاكي في قلب الزيت من غير أي إضافات. الخطوة دي مهمة. ممكن تعمليها بالمضرب السلك، بس هتبقى ايه مجهدة على ايدك شوية، بس مش هتفرق. يعني خطوة المضرب الكهربي تعمليها دقيقتين 3، لكن بالمضرب اليدوي حوالي 5 دقايق كده تعمليها بالمضرب اليدوي. شايفين لونها فتح ازاي؟ كل ما نضرب فيها كل ما لون الطعمية معانا يفتح، وبقت هشة خالص وخفيفة خالص ازاي. طيب كده الطعمية خلصت، كده الطعمية ممكن نقول عليها خلص. بس لازم فاضل التكة اللي هتخليكي بقى تشمي ريحة الطعمية، اللي بتشميها فين؟ في المحلات وانت ماشية كده، بتخليها ريحة محتحتح. ايه هي الخطوة دي؟ هقولك عليها. اول حاجة هظبط بس الملح بتاع الطعمية. انا حطيت معلقة من الملح ومش هكتر، بحيث ان انا بعد كده لما اجي ادوق الطعمية بتاعتي واعملها لقيتها محتاجة ملح ازود لها شوية صغيرين، لكن لو لقيتها حادقة قوي مش هعرف اعالجها. يبقى الافضل تحطي شوية ملح مش كتير، بعد كده تعرفي تعالجيها وتزودي الملح. دول الخطوتين بقى اللي انا بقول لكم عليهم اللي هيخلوا ريحة الطعمية مفحفحة. ايه دوت؟ ده الشمر. الشمر حمصناه على النار، بعد كده ما هدى حطيناه في الكبة بتاعة الخلاط ونعمناه خالص، وخدنا معلقة منه ومعلقة من الكزبرة الناشفة. والله بقى على الطعمية، دوقي أحلى طعمية هتعمليها في حياتك، الطعمية اللي انت بتشميها في المحلات وانت ماشية. معلقة الشمر هي دي السر بتاع الريحة والطعم بتاع الطعمية بتاعت المحلات. معلقة شمر مطحون ومعلقة كزبرة، وظبطي الملح بتاعك يا قمر، وكده الطعمية بتاعتنا كده خلصت. فاضل ان احنا نجربها معاكم ونفرزها. انا جبت علبتين من العلب اللي لها غطيان، او ممكن تحطيها في اكياس براحتك خالص. طبعا النص كيلو عمل لي العلبتين اللي انتوا شايفينهم دول. النص كيلو انا جايباه ب20 جنيه. 20 جنيه عملت لي كمية عاملة ازاي؟ انت اللي بتروحي ب10 جنيه تشتري طعمية، يا دوبك بديكي 10 طعميات، الطعمية بجنيه. لا انت هتعمليها وهتوفريها في البيت وهتعملي كمية كبيرة. انا خدت علبة حطيتها في الفريزر، والعلبة التانية حطيتها في التلاجة من تحت في الدرج اللي تحت الفريزر، علشان انا هعمل منها كل يوم. لما تخلص انزل بقى العلبة اللي في الفريزر، احطها تحت لما تفك واشتغل منها. يعني انا ما بعملش كمية كبيرة واخزنها، لا، لان هي سهلة جدا الطعمية، ومش بتاخد وقت ومش بتاخد مجهود. تعالوا بقى نجربها معاكم كده. انا حطيت زي ما انتوا شفتوا كده حاجة بسيطة خالص على طرف صوابعي كده بيكربونات. طبعا لو مش حابة تحطيه ما تحطوهوش. الخطوة اللي احنا عملناها في المضرب الكهربي هتخلي الطعمية معانا تنفش وتبقى زي الفل، بس انا بحب احط اللمسة بتاعت الكربونات دي، تدي برضو طعم حلو كده وريحة حلوة للطعمية. في زيت بقى يبقى وسط، مش سخن قوي عشان الطعمية ما تحرقش، ونزلت بقى بالطعمية. شايفين الطعمية بتاعتنا لونها جميل ازاي، ومش محروق ولا هي محروقة، ومنفوشة ازاي، نفخة ازاي، وشايفينها من جوه عاملة ازاي. امشي بالخطوات دي بإذن الله هتاكلي أحلى طعمية كلون وكطعم، ومش هتشتريها تاني خالص من بره. يعني أنا فتحت معاكم كمان واحدة عشان أوريكم الهشاشة بتاعة الطعمية من جوه وجمال، ويا ريت كان في اوبشن كده في اليوتيوب عشان تشموا الريحة والطعم. وأترككم في رعاية الله.